عودة معكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى متابعة برنامج كل الرياضة، وفي هذه الجزء الثاني من الحلقة استقبل أيضا لاعب منتخب لبنان للشباب محمد مرقباوي عكاري. مساء الخير، أهلا وسهلا أيضا أهلا محمد. فيك، مساء الخير. أهلا وسهلا محمد أيضا. لا سيما أنك كنت متميز أيضا بهالبطولة. هلا أول شيء إنه نحن تحضرنا منيح، أو تحضرنا من سنة، إنه تحضرنا مع كابتن نبيه جودي، بوجه له تحية، وكابتن سمير سعد بوجه له تحية. تمرنا منيح وتحضرنا، كنا إنه مثل مستعدين أكثر للبطولة، ورحنا ولعبنا أول ماتش ضد فلسطين، ربحنا 1-0، ولعبنا ضد اليمن ثاني ماتش كمان فزنا 2-1. محمد اليوم أنا تابعتك خلال مباراة النجمة مع الشباب العربي 3-3 وسجلت هدف رائع. أنت من الهدفين أنت من المواهب المميزة اللي إن شاء الله لك مستقبل كبير. شو سبب هيك حبك لكرة القدم اليوم بعمر صغير هذا عم تكون من اللاعبين المميزين؟ شو سبب تعلقك بهاللعبة، التعلق الكبير؟ هلا انه بدايات كيف بلشت؟ اللعبة فيها حماس كتير جيد، وهي اللعبة الأولى اللي مشهورة عنه بالعالم. وحبيت هالفكرة، والله كان وهبني انه بهاللعبة، والحمد لله متوفق فيها، وان شاء الله بكمل مثل ما انا وبصير احسن. عندك طموحات اليوم محمد، اليوم بهالعمر انت تروح تحترف برا، نشوفك مثل رضا عنتر، مثل دودو، مثل هاللاعبين، ولا بعد تحس شوي بكير، ولا من هلا عم تفكر بهالموضوع؟ لا، من هلا عم فكر احترف، انه ذهبت لبرا وشفت انه مش مستوى عالي واعلى مننا بكثير. بالعكس هي بلد، بالعكس هن بيشتغلوا كمجموعه كرمال هيك بينجحوا، فعنا نحن مواهب احسن منهم، وإذا إنه فرديا نحن أحسن منهم بكثير. أكيد مثل محمد اليوم حضرتك يمكن أول إطلالة لك على الإعلام، ملاحظين إنه أول ما بلشت كنت شوي، بس حاليا أنا مريح محمد. كيف ملاقي الجو؟ أي أصعب، تسديد ركلات الترجيح أو المقابل اليوم؟ الاثنين صعبين، الاثنين هينين بنفس الوقت. نعم. تدعي إنه يكون في هيك؟ أكيد لازم يكون في اهتمام، إنه يهتموا فينا شوي، انه للجيل اللي قدامنا. لو انت تتحمس بس مثلا اذا بتعرف انه هناك في صحفيه عم بيتابعوا المباراه، عم بيراقبوك، حتى تلعب اكثر؟ اكيد انه بتحمس، وهذا الشيء بيحمس. يعني انه اول شيء انه بحب واحد يشوفوا الاعلام وشو اسمه وينشهر وما ينشهر. وقت تروحوا مع المنتخب هل تتقاعدوا شيء فينا نقول عنه جيد؟ إذا بدك ما تفصح ما عندنا مشكلة، إذا الرقم مش بيستاهل ما تفصح. لا مش جيد أبدا، مش جيد عادي. بتلاقي انه لازم اكثر ايضا كمان، لازم اكثر كثير. يعني ايضا هون مع المنتخب اللبناني باخر تصفيات صراحه محمد لاعب كثير مميز كثير. يعني انا كثير بنعجب بلعبه. نعم محمد، قديش المهم اليوم كجيلك انه ما تنغر؟ يعني اليوم اول ما بيقولوا لي انه اللاعب شوطه صاب الجول بالغلط، ثاني يوم بطل فينا نحكي عليه، صار يمشي على رش صبيعه. قديش بتشوف هذا النقد اليوم قاسي بحق الجميع؟ يعني ما بدنا نعمم على الكل. هل محمد عكاري دخل براسك غرور بهالعمر بهالكذا بتشوف، او انه مش موجود؟ انا انه بعدني ما عملت شيء بالفوتبول، انه اكيد ما بنغر وما بعمل شيء ولا بشوف حالي ولا شيء. وهي العالم انه عن جد بتحكي كثير، وانه بس تجيب جول محمد عكاري وبس تضيع وبس تعمل، تنبسط هيك بالجمهور حواليك؟ اكيد بنبسط انه يكون في جمهور حوالي. بتلاحظ انه زملائك ايضا في بعض من يمكن بيصدقوا حالهم لهالسبب، اللاعب لما بيطلع طلطه يمكن اول شغلتين ببلش انه خلص صدق حاله، او الغرور دخل الى راسه، ومن بعدها بينتهي اللعيب. صح، في كتير هيك لاعبين بيصير فيهم، بس انا الحمد لله انه مش منه، وانا متابع وان شاء الله بوصل 100%. يعني بيوصل وبيعمل نتيجه، لانه عندنا بنات كثير ممتازين. نعم محمد، قديش اليوم فوز منتخبنا هيك الانتعاش القويه اللي عم يعملها المنتخب اعطاك دافع معنوي كلاعب كره قدم؟ يمكن اليوم مستقبلك هو معلق بهاللعبه بهالمستديره، قد اعطاك معنويات فوز المنتخب اللبناني؟ صح، حط لك امل تتابع كمان؟ اعطاني معلومات كثير، انه ربع على كوريا الجنوبيه، انه شيء كثير حافز للبنان، واكيد انه صرت انا اقول انه مش صعب انه نربع على فريق اجنبي او فريق عربي. فانه اكيد اخذت ثقه كبيره. وحتى لما كنا بالتصفيات اسيا كمان، انه لما خسرت المنتخب لبنان الاول، خسروا الامارات بارضهم، اعطانا كمان ثقه كثير كبيره، ونزلنا على الملعب انه مش مثل الاول، بثقه جيده. والحمد لله انه كنا موفقين بالماتش، بس انه خسرنا الماتش. من لاعبك المفضل هيك بلبنان بتشوفه قدوتك بلبنان؟ عباس عطوي. وجه له تحيه. النجمي ولا لا النجمي. عالميا مين لاعبك المفضل؟ اكيد كريستيانو رونالدو.
مع ريال يعني. اكيد ريال. اثنيناتكم ريال يعني اليوم. متفقين. حلو. هبه ايضا بدنا نحكي شوي محمد، زملائك يمكن اليوم كتار بيلعبوا فوتبول، بتشوف انه من جيلك فيه واصغر، بتشوف انه في مواهب كثيره بلبنان بلعبه كره قدم، يعني بتحمس زميلك انه مثلا اذا قال لك انا والله خيي مش قادر اتعلم، او بتلاقيه موهوب كثير، بتشجعه انه يستمر بكره القدم؟ اكيد بشجع انه هاي لعبه كثير حماسيه وكثير حلوه، وانه اكيد بشجع غيري ولانه كثير لعبه حلوه، وانا خيي الصغير بيلعب فوتبول اكيد بشجعه دائما معه ليوصل، وانه بقول لهم لكل اللي موهوبين انه كملوا وتعبوا حالكم، وما في انه شيء مثل مستحيل يلعب برا انه او شيء او يحترف، لان لبنان ما في شيء. بس كنتوا بالامارات قد هيك تتحز بنفسك وقت تشوف هالاهتمام من الصغار؟ يعني المفروض يعني نحن يمكن محمد اليوم 17 سنه ما هي 18 سنه، يمكن المفروض نحن من عمر 12 او 13 نبلش هيك نطلعهم على الاعلام، نعودهم اكثر على الامور يلي رايحين لها صوب الاحتراف. اليوم قد لما شفت برا هيك لقيت انه نحن قديش بعدنا بعاد ناقصين، لما شفت جيلك كيف عم يعامل. شفت برا شيء غير كليا عن لبنان. شو شفت؟ احكي لنا يا ابو. انه شفت انه قبل الماتش بيعملوا لهم شو اسمه اعلان ومثلا مقابلات، حسيت حالي انه عم بلعب مثلا ببلد اوروبا مع شو اسمه مقابلات مع اللعيبه وبعضهم صغار، انه 17 سنه ما في منه هذا بلبنان. اكيد لو في منه بلبنان لو في اهتمام وكذا، وانه هيك اهتمام بالبطولة الشباب حاليا ما بتشوف في اهتمام من الاعلام من الدوله من؟ لا ما في. محمد كلمه اخيره لك. كمان بشكر الاي بي وان شاء الله انه تستضيف غيرنا وتضل الاعلام مش بس لنا، انه للاشبال والناشئين ولك ان شاء الله. نحن بنوعدك محمد، ونحن بنشكر انا كمان بشكر كابتن نبيه الجردي اللي تعب معنا سنه، واكيد بشكر كل المدربين اللي معي نعم. محمد بالتاكيد رح نضل نتابعكم ايضا. هبه ان شاء الله بالتوفيق لكم، انت كنت عم تمثل كل اللاعبين الشباب اليوم يلي من جيلك، ايضا هبه كنت عم تمثل كل لاعبات كره قدم النسائيه بلبنان. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. الاسبوع المقبل عنوان جديد وحلقه جديده وضيوف جداد ايضا مع برنامج كل الرياضه حتى يتجدد الموعد يوم الخميس المقبل. لكم مني اجمل تحيه والى اللقاء.